السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نعمل احلى كفتة حياتي ممكن تدوقيها. كفتة كده مشوية في الفرن، طعم وريحة جنان. بس قبل ما نشوف الطريقة ياريت تشترك في القناة وتعملي لايك للفيديو عشان الفيديو ينتشر، وتضغط على كلمة كل عشان كل اشعار فيديو ينزلك. اول حاجة هنحتاجها معانا بصلتين، تمام؟ هناخدهم ونروح نبشرهم بالمبشرة دي. انا عايزاها تبقى ناعمة خالص، يعني الشكل ده كده ابشري بيه، يعني مش اللي ارفع من كده، لا، الشكل اللي انا ببشر بيه دوت هو ده اللي انت تستخدميه. ابشري لحد ما تخلصي البشرتين معاكي ويبقوا ناعمين خالص زي ما انا بعمل كده، عشان انا مش عايزه البصل يبان قوي في اللحمه، لان انا عايزه بس الطعم، اكسب الطعم بس مش اكتر. مش عايزه البصل يبقى صحيح عشان تبقى الكفته قدامي يعني يعتبر لحمه بس. فانا ببشر البصل كده بخليه ناعم خالص، تمام بالشكل ده. يعني كده خلصت خلاص البصلتين بشر وايه، واعصر الميه منه خالص. انا مش عايزاه يبقى فيه ميه خالص، على قد ما تقدري صفي الميه اللي فيه تماما، عشان الميه ديت هتخلي معايا الكفته تفك معايا في الصينيه وكده. فلما احنا بناخد البشر بس بتاع البصل كده بتخلي الكفتة ماسكه بعضها. فالميه دي احنا برضو مش هندلقها، احنا هنحتاجها برضو دلوقتي، فهوريك هنحتاجها في ايه يعني. جبت بقى ايه نص كيلو لحمه مفروم ونسبه الدهن فيه عاليه شويه. وبعدين جبت البصل اللي انا بشرته وصفيت منه الميه وحطيته عليها. وبعدين جبت شويه فلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وشويه ملح كده، وكيس بيكنج باودر، عشان خاطر يخلي اللحمه معايا تبقى منفوشه، ما تبقاش ايه قافله كده ومخنوقه معاكي وانتي بتعمليها يعني. لا، دي البيكنج باودر بيخلي اللحمه معاكي طريه وبيخليها نافشه كده وبتخلي طعمها جميل. قلبت كده بقى المكونات كلها في بعضها وهسيبها في التلاجة نص ساعه ترتاح. بعدين بعد ما خليتها نص ساعه في التلاجة، جبت بقى طلعتها وجبت ميه البصل دي بليت ايدي بيها كده، وبدات ايه الف الكفته كده في ايديا صوابع كده. يعني ايه، انا عملتها بالطريقه ديت. يعني في ناس تعملها كده بخله او سيخ، لا انا عملتها بايديا. انت تلفيها بايديك كده، جيبي حته بلي ايديكي بصل، وبعدين جيبي اللحمه كوريها وبعدين افرديها كده بايديكي زي الصباع، بكل سهوله، مش صعبه خالص والله. انا كده كنت بعمل بقى الكميه كلها معاك، وببل ايدي بالميه البصل، وبروح جايه اخده اللحمه مكوراها كده بايديا، واروح جايه فردها زي الطوق بالطول كده، واروح جايه حطها في الصينيه. سهله خالص ومش محتاجه اي حاجه يعني. بالطريقه دي كنت انا كده خلصت بقى الكميه كلها، وجبت كوبايه ميه وحطيتها في قلب الصينيه. هخليها تاخد غلوه بس معايا على النار من فوق، وبعدين ادخلها الفرن. كده بقى بعد ما طلعت، شايفين اللون اللي هي واخداه؟ حاجه كده ما شاء الله، طعم وريحه كان حكايه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناه وتعملي لايك. والسلام.